أهلا ومرحبا بكم أخواتي في فيديو جديد تاع نهار اليوم. إن شاء الله كامل تكونوا بخير. كما راكم تشوفوا معايا جيتكم اليوم بوصفة تاع اللوبيا ماشطو، يعني كيفاش تجيك بنينة بلا ما تضيفي لها أي قطرة تاع ما. تقدري أنك ديريها بالدجاج كما تقدري أنك ديريها باللحم يعني بلا قطرة تاع ما، يعني أي حاجة تطيب على نار مهدنة وغير في غرضها وبلا ما نزيدو لها لما، يعني راح تجي بنينة. تبعي معايا الطريقة وراح تنجح لك هذه الوصفة. في الأول يعني تجيبي كمية تاع دجاج ولا اللحم اللي عندك وديريها فوق النار في لاكوكوط تاعك، ونضيفوا لها حوالي 4 مغارف تاع زيت. كيما راكي تلاحظي معايا انا هنايا درت 4 مغارف تاع زيت ونخلوها تتقلى. سمحوا لي خياتي راني طولت عليكم بزاف ما حطيتش فيديوهات، الله غالب. نتمنى انكم تكونوا كامل بخير، واللي سقساو عليا نقول لهم يعطيكم الصحة ويكثر خيركم. بزاف اخوات سقساو عليا وقالوا لي طولتي توحشناك، الله غالب. ان شاء الله نعاود نولي ونبدا نحط فيديوهات ان شاء الله. نضيفوا الملح، يعني الملح يبقى اذواق. نضيفوا للملح الدجاج تاعنا الملح، ولا كنتي دايره اللحم فان كيما هكذايا. هذا الفيديو يعني حطيته يعني قرب العيد، تقدري انك ثان لوبيا ماشطو ديريها باللحم وراح تكون ناجحه معاك ان شاء الله. نخلو اللحم تاعنا يتقلى لنا في الزيت والملح مليح مليح كيما راكم تشوفوا. ومن بعد انايا قطعت 3 حبات بصل شويه كبار، وسيت اني البصل خشنته، ولا كنتي دايره اللحم تقدري تخشنيه ما كثر، راح يذوب البصل ويطيب بكل سهوله في لاكوكوط. ونخلط ونخلي البصل تاعي يتقلى. بعد ما نخلطو مليح مليح ونغطي عليه نغلق عليه لاكوكوط، وتكون النار يعني قليله. نغلق عليه لاكوكوط ونخليه يتقلى. شوفوا بعد ما تقلنا البصل تاعنا، شوفوا كيفاش طلق كامل هذاك الماء نتاعو، يطلق كامل البصل الماء نتاعو كما راكم تشوفوا. شوفوا وفي هذا الوقت نكون انايا قطعت لوبيا ماشطو تاعي وغسلتها مليح مليح بلا ما نفورها ولا نغليها، يعني حنديرها مباشرة، نغسلها مليح مليح برك ونديرها في لاكوكوط تاعي ونخليها تتقلالي مع البصل والدجاج، ولا كنتي دايره اللحم مع البصل واللحم نتاعك. نخلوها تتقلى لنا واحد 2 دقائق 3 دقائق حق ما تتقلى. سيو نخلطو ونغطو عليها شويه ونخلوها تتقلى لنا، ماشي حنخلوها وقت كبير حق ما تدخلها شويه تقليه كما راكي تشوفي الاخت. خلوها تقلى شويه، بعد ما تقلات نجو في هذا الوقت نخلطوها مليح مليح ونضيفوا لها طوماطيش تاع الحب، يعني تكوني قطعتيها قشرتيها وقطعتيها وثاني نزيدو الثوم كيما راكي تشوفي. درت 3 سنينات ثوم 3 سنينات ثوم تاع كبار سكرفشتهم. شوفوها وين الثوم سكرفشتو ضفتو له الطوماطيش وندير الطوماطيش تاعي ونحاول ندخلها كامل في ديك نبقى نخلط باش الطوماطيش تاعي كامل تهبط لي من تحتها باش تتقلى لي مليح مليح. ونغطي عليها، وقبل ما نغطي عليها نضيف لها طوماطيش مصبره، يعني طوماطيش مصبره اذواق، لا حبيتيها تجيك حمراء ضيفي نص مغيرفه، حبيتيها ما تجيكش حمراء نقصي، يعني حسب الذوق نتاع الاخت كيما تحبي. بعد ما تخلطيها مليح مليح وتبدا يعني تطبخ
وكامل تجي في هذا الوقت تغطي عليها وتغلقي عليها لاكوكوط وتخليها. انا هنايا عاودت فتحت عليها، ما درت لهاش التوابل الا الفلفل الكحل، كنت نسيت الفلفل الكحل باش نديرو، عاودت فتحت ودرت كميه قليله تاع فلفل الكحل. مع انه نسيتو، نسيي ندخلو كامل في المرقه تاعي، ما نخليهش من الفوق يقعد من الفوق. نخلط بالمغيرفه باش الفلفل الكحل تاعي كامل يدخل في المرقه، ونغطي عليها لاكوكوط ونغلقها حوالي 21 دقيقة حتى نص ساعة. راني رايحة نصيبها كامل طابت بلا ما نضيف لها اي قطرة تاع ما. شوفوا تكون في هذا الوقت طابت لنا الماشطو تاعنا وطاب الدجاج تاعنا. حتى وكنتي دايره اللحم راح يدي لك نص ساعة حتى 40 دقيقة على حساب اذا كان اللحم طري وكامل ما راح يفوت لك نص ساعة. شوفوا كيفاش تجي، يعني الماء مرقة بلا ما نضيف لها الماء. شوفوا بلا ما نضيف لها الماء، يعني البصل والطوماطيش راح يطلقوا كامل الماء تاعهم. وهاي وينا في الاخير جاهزه معنا لوبيا ماشطو تاعنا بعد ما حمرت المرصوه تاع الدجاج. هاي وينا في صحن التقديم، يعني تجي روعه. البنه راكم عارفين انه الحاجه اللي طيب مهدنه وبلا ما تزيدي لها الماء راح تجي بنينه، اكيد راح تجي بنينه. وتكوني درتي لها العبرة تاعها سوا تاع الملح. انا نحب ندير لها فلفل الكحل فقط، ما نحبش ندير اللوبيا ماشطو توابل، يعني نحولها كامل هذيك البنة، لا نحبها غير بالفلفل الكحل والثوم وبصل وطوماطيش كيما راكم تشوفوا. ولا درتيها باللحم ثاني نفس الطريقة راح تجيك روعة روعة روعة. صدقوني الأخوات نتمنى أنكم تجربوها في هذا العيد، تجربوها باللحم إن شاء الله، نتمنى. وإن شاء الله يكون يجوز علينا بالهنا والصحة إن شاء الله، ونعيدو كامل بخير. وفي الأخير نتمنى أنه الفيديو تاع نهار اليوم نال الإعجاب تاعكم، ومع السلامة في فيديوهات قادمة إن شاء الله.